ماذا لو اخترنا من كل 7 أشخاص شخص واحد بس يعيش وباقي الأشخاص يموتوا؟ بمعنى إننا هنختار من ال7 مليار إنسان في العالم مليار واحد بس، والستة الباقيين هيموتوا. لكن المليار اللي هنختارهم لازم يكونوا من أحسن الأشخاص في كل حاجة، بداية من الجينات الوراثية للوضع الاجتماعي، وهيتمتعوا بكل موارد الأرض، وهيتسموا المليار الذهبي. في البداية تعالى يا صديقي نسترجع مع بعض الكوارث اللي بتحصل في العالم مؤخرا. كل شوية بنسمع عن حرائق الغابات اللي بتلتهم ملايين الأشجار والأراضي والحيوانات اللي بتموت، وتشريد الملايين من البشر، وفيروس كورونا اللي خرج من الصين واللي بسببه مات عدد كبير جدا من البشر وأثر على الملايين وكلف الدول والمواطنين خسائر مادية بملايين الدولارات، والحروب والصراعات اللي بتحصل في معظم دول العالم الثالث، والكوارث الطبيعية اللي بتحصل في كل مكان، وتنبؤات بإن في حرب عالمية ثالثة على الأبواب. كل ده ما لفتش انتباهك يا صديقي؟ علشان تفهم أكتر لازم تتفرج على الفيديو ده للآخر علشان تقدر تربط الأحداث ببعضها. في البداية كده تعالوا نرجع بالزمن لورا لحد سنة 1992. في السنة دي اجتمعت كل الدول العظمى علشان يناقشوا موضوع خطير. قالوا ان الارض بدأت تفقد توازنها، وان الموارد الطبيعية الموجودة ما بقتش تكفي الكم الهائل ده من البشر. وبعد تفكير طويل قرروا ينفذوا مشروع اسمه المليار الذهبي. مشروع المليار الذهبي فكرة قديمة حطها مجموعة أشخاص هنعرفهم كمان شوية، وبيقول المشروع إن كوكب الأرض ما ينفعش يتحمل أكتر من مليار إنسان، وإحنا دلوقتي يا صديقي عندنا 7 مليار و800 مليون إنسان. وأساس المشروع بيقول إن علشان نعيش حياة طبيعية لازم ما يزيدش عددنا عن المليار، والستة مليار الباقيين ملهمش لازمة ولازم يموتوا. وفي أدلة كتيرة بتثبت إن النظرية دي موجودة من زمان، وفي وثائق مكتوبة من مئات السنين ب8 لغات من ضمنهم العربية. الوثائق دي عبارة عن وصايا للناس اللي هتعيش في المستقبل، وبداية الوصايا كانت بتقول أبقوا عدد الجنس البشري أقل من 500 مليون إنسان علشان يكون في توازن دائم مع الطبيعة. واللي حطوا الوصايا دي بيقولوا إن ده العدد المثالي بالنسبة لكوكب الأرض. وبالفعل بدأوا في تطبيق الوصايا، وبدأ يبقى في مشاريع سرية كتيرة بتحاول تقلل من عدد البشر لحد ما الرقم اتغير من نص مليار لمليار. طيب ايه مصير الستة الباقيين؟ للأسف يا صديقي الستة الباقيين ملهمش غير احتمالين اتنين، إما الموت أو الاستغلال والعبودية. ولو ركزنا شوية في اللي بيحصل حوالينا هنلاقي إن أغلب الدول بقت بتدعم نظام الطبقات، بمعنى إن العالم بقى مكون من طبقتين، طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء. أما بالنسبة للطبقة المتوسطة فدي عددها قليل جدا، ودي الطبقة اللي بيحاولوا يقضوا عليها، هي وطبقة الفقراء. عارف يا صديقي ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل؟ بعد تقسيم العالم لطبقتين هيتم الضغط على الطبقة الفقيرة بسبب الجوع والأمراض وقلة الموارد، وده هيزود من عدد الوفيات عند الفقراء، وهيساعد في تحقيق مشروع المليار الذهبي. ولو دورت يا صديقي هتلاقي عندك ان اغلب الدول الافريقيه مثلا، هتلاقي ان الدول دي فيها ملايين البشر بيعانوا من المجاعات، وكل يوم بيموت منهم الالاف والعالم واقف بيتفرج. هل عندك اقتناع ان الدول العظمى حوالين العالم مش قادره توفر دواء وطعام للناس دول وتنجيهم من المجاعات؟ شوف في كم مليار بيتصرفوا على الحروب، وشوف الميزانيات اللي بتحطها الدول حوالين العالم لتسليح جيوشها. مش الاولى ان الفلوس دي تتصرف على الناس دول ويعيش العالم كله حياه عادله ومثاليه؟ الموضوع سهل ويقدروا ينفذوه، بس هم مش عايزين، لان دي اصلا خطة ولازم يطبقوها. الحروب اللي بتحصل بتعتبر من اهم ادوات مشروع المليار الذهبي، مش مجرد حروب بتحصل لان في خلاف بين دولتين، لا الموضوع اكبر من كده. دي خطة بتتنفذ عشان يحافظوا على عدد البشر في نطاق معين. كل ما بقى في حروب ومجاعات اكتر كل ما ناس كتير هتموت، وده اللي هم عايزينه. عندك مثلا في الحرب العالمية الاولى خسرت الأرض تقريبا 2% من عدد سكانها، والنسبة زادت في الحرب العالمية التانية. وعلشان تتأكد يا صديقي إن ده مش مجرد كلام وخلاص، لما الحرب العالمية التانية انتهت العالم بقى في حالة استقرار، وبقى تعداد سكان الكوكب يزيد، فاضطروا إنهم يضغطوا على الناس ويحطوا خطط لتحديد النسل. ولكن ده كله مبقاش ينفع، فهنا بقى لازم يفكروا في خطة بديلة، والخطة دي لازم تكون أقوى وأذكى ويوهموا الناس إنها حاجة من عند ربنا. فمن هنا بدأوا ينفذوا خطة حرب الفيروسات. عايزك تعرف ان الخطة دي كانت معمولة في بدايتها لأهداف سياسية، واستخدموها عشان ينفذوا المخطط بتاعهم. فكان من أبرز آثار حرب الفيروسات تقليل عدد سكان الكوكب والتخلص من أكبر عدد من البشر. ولو مش مصدق تعال نرجع بالزمن حاجة بسيطة، سنة 2020 لما ظهر فيروس كورونا في الصين. لو انت مصدق حوار شوربة الخفافيش ده فانا عايزك تفكر تاني. الصينيين طول عمرهم بياكلوا اي حاجة فيها روح حرفيا، اشمعنى الفيروس ظهر في الوقت ده بالذات؟ ليه ما ظهرش قبل كده؟ بس الفكرة هنا ان الصين عندها اعلى تعداد سكاني في العالم، مليار و400 مليون نسمة، وده احسن مكان ينشروا فيه المرض، وهيضمنوا ان في ناس كتير هتموت
وبالتالي هيقل عدد سكان الارض. والدليل اللي بيخلينا نتاكد ان المرض ده مصطنع هو ان معظم الدول في البدايه كانت واخده الموضوع باستهتار وفاتحين حدودهم مع الصين وكأن مفيش حاجه، مع ان الفيروس ده بيتنقل من شخص للتاني، فكان من الطبيعي ان الدول تقفل حدودها مع الصين. ولكن ده ما حصلش غير بعد فوات الاوان، وكأنهم كانوا قاصدين انهم يسيبوا المرض لحد ما ينتشر في العالم كله. وده فعلا اللي حصل، مع انها كارثة كبيرة هتأثر على البشرية كلها، بس ده اللي هم عايزينه. على الجانب التاني هتلاقي ان كل شوية بتسمع عن الحرائق اللي بتحصل في غابات الامازون واستراليا، وكل شوية بنسمع عن زلازل واعاصير وفيضانات بتحصل في دول مختلفة، برغم ان الكلام ده ما كانش موجود بالكمية دي من زمان. لما تفكر في الموضوع هتعرف ان الكوارث اللي بتحصل ورا بعضها دي عمرها ما تكون صدفة ابدا، حتى الكوارث دي هم مخططين ليها من زمان. هتقولي دي حاجة بايد ربنا سبحانه وتعالى، هقولك ونعم بالله. بس انت سمعت قبل كده عن مشروع هارب؟ لو ما سمعتش عنه عايزك تركز معايا في الكلام ده قوي، لان الكلام اللي هقوله صعب. تعال نرجع بالزمن لسنة 1977 لما اقترح العالم الفيزيائي ادوارد تايلور طريقة لعكس أشعة الشمس، بحيث يقدروا يحافظوا على درجة حرارة الأرض وتفضل مستقرة، لا هي عالية ولا هي واطية. وبالفعل عملوا تجارب على المشروع علشان يعرفوا هل ده ممكن يتنفذ على أرض الواقع ولا لا. وفي سنة 1993 بدأوا العمل في المشروع، وبعد تفكير طويل وتجارب وصلوا لطريقة يقدروا يصنعوا بيها زلازل وفيضانات وأمطار كلها مصطنعة، ولكن هتبان انها قضاء وقدر. تخيل اللي هم بيعملوه ده تأثيره على البشرية هيكون عامل ازاي. وبالفعل بدأوا في بناء أول محطة للتحكم في الطقس في ولاية ألاسكا الأمريكية، ودلوقتي بقى عندهم حوالي 20 محطة حوالين العالم، وسموا المشروع ده باسم هارب. البركان أو الزلزال أو الفيضان لما بيحصل بيكون ليه مسبب، هم بقى بعقلهم قدروا يوصلوا للمسبب ده وبقوا يتحكموا فيه بهواهم. وخلينا نكون متفقين ان الانسان مهما وصل عقله وتفكيره مستحيل يعمل حاجة زي ربنا سبحانه وتعالى، ومستحيل تكون بنفس القوة، ولكنهم قدروا يعملوا حاجة شبيهة لكده. كمان قدروا يتحكموا في الطقس بس مش بشكل كامل الحقيقة. عارف يا صديقي الطيارات النفاثة اللي بتطير فوقك في السماء بتلاقي وراها خط ابيض، الخط ده بيفضل في السماء لساعات طويلة، واحيانا بيفضل لايام، لحد ما الخط ده بيشكل سحب صناعية بتكون محملة بمعادن مؤكسدة وبالتحديد غاز الكيمتريل. بعدها بيوجهوا على السحب دي موجات قوية جدا، وده كفيل انه يصنع امطار او اعصار او عاصفة لحد ما الموضوع يوصل لكارثة كبيرة. وفي النهاية يا صديقي دي حاجة من الطبيعة ملناش دخل فيها، ولكن في الحقيقة هم السبب. ومعظم الكوارث اللي بتحصل في العالم في وقتنا الحالي ما بيكونش ليها سبب فيزيائي، وده بيخلينا نسأل مين ممكن يكون مستفيد من الموضوع ده. مشروع هارب نجح بشكل كبير، وكتير من التجارب اللي عملوها نجحت في اللي هم عايزينه بالظبط. واعتقد يا صديقي انك بدأت تعرف دلوقتي مين الايد الخفية اللي ورا مشروع هارب ومشروع المليار الذهبي. هيجي في بالك ان الموضوع ده اكيد وراه دولة معينة، وغالبا هتكون دولة عظمى، لكن خليني اقولك ان في الواقع اصحاب المشروع ده مش دول خالص، دي ناس بتشتغل في الخفاء، وبرغم انهم مختفيين إلا إن كل الناس عارفاهم. الناس دي من أغنى أغنياء العالم، عيلة ليها إيد في معظم الحروب اللي حصلت في العالم في 100 سنة الأخيرة، ومسيطرين على العالم كله من ورا الستارة. أي مصيبة بتحصل في العالم غالبا الناس دي بتكون وراها. الناس دي هم عائلة روتشيلد، مؤسسين حركة الماسونية. وفي الحقيقة إن مشروع هارب واحد من مشاريعهم، وجزء من مشروع تاني أخطر وأفظع. في حاجة كده مش عارف تعرفها ولا لأ؟ تعرف إن هوليوود ملك الماسونية اليهودية؟ خليني أقولك إنها ملكهم، وواحدة من الأدوات اللي بتساعد في تمهيد الفكرة وترسيخها في عقلك. ولو ركزت شوية هتلاقي إن مؤخرا أغلب الأفلام هتلاقي إن فيها مشاهد بتتكلم عن نهاية العالم وعن انتشار الفيروسات وعن إن الأرض ما بقتش تستحمل كل البشر اللي عايشين عليها، وكأنهم بيهيئوك علشان لو حصلت الكارثة يكون عقلك مستوعبها ومستنيها. كمان بقينا نشوف ان اغلب الافلام والمسلسلات اللي بينتجوها بقت بتدعم المثلية الجنسية بكل جراءة، وكأنها بقت حاجة طبيعية. طيب هتسألني دلوقتي وتقولي ايه يا اكس علاقة المثلية الجنسية بمشروع المليار الذهبي؟ سؤال حلو. بص يا صديقي، لو فكرت كويس هتلاقي ان في علاقة كبيرة جدا، بس انت مش واخد بالك. الحقيقة ان دعم المثليين ومساعدتهم في بناء مجتمع مثلي بيساعد بشكل كبير جدا في مشروع المليار الذهبي. ولو رجعنا بالزمن للتسعينات هنلاقي ان المثلية الجنسية كانت جريمة بيعاقب عليها القانون. في بعض الدول كانت بتبدأ معاهم بالسجن، واحيانا كانت بتوصل للاعدام. لكن كل ده اتغير سنة 2001 لما بدأت هولندا تعترف قانونيا بزواج المثليين، وأيدتها كتير من الدول ومنهم كمان دول عربية، وأصدروا قوانين بتسمح بزواجهم، وبقى ليهم منظمات بتحفظ حقوقهم، وبيبرروا ده بأن المثلية هي شيء خارج عن إرادة الإنسان ولازم نقف جنبهم ونساعدهم مش نحاربهم.
انتوا متخيلين؟ ده الموضوع وصل ان في بعض المشهورين والناس اللي صوتها مسموع خرجوا وقالوا انهم بيتضامنوا مع المثليين انسانيا. فين الانسانيه في الموضوع؟ مش فاهم. ده دمار للانسانيه لما تدعم زواج المثليين اللي هيتسبب في انتشار الامراض ومن ضمنها الايدز اللي ممكن بسهوله يقضي على البشريه. انت كده مش قضيتك انسانيه. الانسانيه فعلا انك تقف جنبهم وتعالجهم، مش تشجعهم على حاجه زي كده. ولو سالتهم هيقولوا ان المثليه هي حاجه خارجه عن اراده الانسان او عيب خلقي. هقول لك طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى عذب قوم لوط؟ ما هو اكيد يعني ما خلقهمش بعيب عشان ينتقم منهم. اي شخص بيتجه لطريق المثليه فهو بيكون بكامل ارادته، ده بعيد عن اللي بيكون عنده هرمونات نسائيه اكتر او اللي بتكون عندها هرمونات ذكوريه اكتر. ده شيء له علاج. وطبعا مش عايزين ننسى ان زواج المثليين غير انه هيتسبب في انتشار الامراض، فده برضه هيتسبب في تحديد النسل، لانهم لا هيحملوا ولا هيخلفوا، ودي بالنسبه لهم اسهل طريقه لتحديد النسل، وهتساعد بشكل كبير جدا في مشروع المليار الذهبي. احنا لو ما فتحناش مخنا ودورنا وحاولنا نفهم اللي بيجرى حوالينا مش هنعرف اي حاجه، وهنفضل مخدوعين طول العمر. فلازم يكون عندنا ثقافه علميه ولو حتى قليله، هتستفاد منها صدقني. في النهايه لو عجبك المحتوى يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان توصلك اشعارات بكل الحلقات الجديده اول باول، وما تنساش تعمل لايك للفيديو. اشوفكم بخير. سلام.